جماعة عايز اوريكم العربية اللي فيراري اشترتها عشان تعمل واحدة زيها. فيراري اشترت العربية دي عشان تشوفها اتصنعت ازاي وتعمل واحدة زيها. تعالوا نشوف شاومي اس يو 7 اهي. دي الشاومي الاس يو 7 برو. طبعا فيراري اشترت النسخة الالترا مش النسخة البرو اللي احنا بنصورها، ولكن دي برضو العربية اللي فيراري في الاخر خدتها كمرجع في عالم السيارات الكهربائية الرياضية. طبعا اكتر حاجة بتضايقنا من العربيات الكهرباء هي مدى السير. هو انا همشي قد ايه بالشحنة الواحدة؟ الشحنة هنا يا جماعة بتمشيني 830 كيلو متر، فده رقم حلو جدا. العربيه دي بتطلع 299 حصان و400 نيوتن، بتقدر تجيب من 0 ل 100 في 5 ثواني. النسخه بقى الالترا اللي خدتها فيراري عشان تبني عليها الدراسه بتاعتها بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني. العربيه دي طبعا فيها 11 كاميرا و12 رادار، وبتقدر ان هي تقريبا تسوق نفسها بنفسها بقياده شبه ذاتيه. والعربيه بنفتحها من خلال كارت، هوريكم الكارت دلوقتي. وده شكل العربيه كده من جوه. عربيه جميله جدا. الشاشه دي يا جماعه 16 بوصه متوصله بساوند سيستم تقريبا 10 سماعات، ساوند سيستم عبقري. وفيها امبيانت لايت داخلي بيتغير ل 265 لون، يعني انت اصلا هتزهق من كميه الالوان اللي انت تقدر تغيرها جوه. دي كانت نظره سريعه على العربيه اللي حيرت صناع السيارات في العالم كله. سعرها بالظبط اكنه سعر الفولكس فاجن تيجوان مثلا، او العربيات اللي هي اللذيذه اللي في نفس الفئه دي. العربيه دي ب 2 مليون وشويه، عربيه رخيصه بالنسبه اللي هي بتعمله، بالنسبه اللي هي بتقدمه.